إسرائيلي فتح معبر رفح. معنا من القاهرة الصحفي محمد محي الدين. محمد أهلا بك. يعني لو تطلعنا على أبرز ما يرد بهذا الخصوص، إعلان فتح معبر رفح للمغادرين من القطاع إلى الجانب المصري، ما الذي نعرفه عن ذلك وما الذي قالته أيضا الأوساط المصرية؟ بداية، مصر لم تعلق حتى الآن على هذا الخبر الذي أعلنه الجانب الإسرائيلي، وإن كان وفق مصادر سوف يكون هناك رد على هذه الأنباء الواردة من إسرائيل ربما بعد ساعات قليلة من الآن. مصر سوف ترد على هذه الأنباء المتداولة. ولكن إذا تحدثنا عن معبر رفح فهناك محددات واضحة للموقف المصري فيما يتعلق بمعبر رفح. أولها أن مصر تصر على فتح معبر رفح من الاتجاهين، وليس فقط لخروج سكان قطاع غزة. هناك آلاف من الغزيين الذين علقوا في مصر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وبالتالي هؤلاء يريدون كذلك العودة إلى قطاع غزة. ولكن البيان الصادر أو الخبر الصادر من الجانب الإسرائيلي يتحدث فقط عن خروج الغزيين من قطاع غزة. هناك محددات أخرى تتعلق بإدارة معبر رفح. مصر تقول إن يجب أن يكون الجانب الفلسطيني هو الذي يدير معبر رفح، وبالطبع دون أن يكون بين إدارة معبر رفح عناصر من حماس، ولكن إدارة فلسطينية مدنية ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي. هذا آخر ما تم التوافق عليه في خلال المناقشات وكذلك المباحثات التي استمرت على مدار الحرب، وكذلك وفق اتفاق وقف إطلاق النار. مصر تريد أن يكون مصر لا تعترف بالجانب الإسرائيلي على معبر رفح منذ احتلاله في شهر مايو من عام 2024، وبالتالي هي تريد أن يكون في الجانب الآخر إدارة فلسطينية مدنية حتى تسمح مصر بفتح معبر رفح. هناك محدد آخر وواضح وتم تأكيده على لسان أكثر من مسؤول، بداية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك وزير الخارجية وعدد من المسؤولين المصريين، أن مصر لن تكون بوابة لتهجير سكان قطاع غزة. وبالتالي هذه هي المحددات التي إذا نظرنا إليها نستطيع أن نستطلع الرد المصري والموقف المصري فيما يتعلق بهذا النبأ. شكرا جزيلا.